وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله ذو الشرف المتين، أنزل على أشرف رسله محمد الصادق الأمين أشرف كتبه كلام رب العالمين بأشرف اللغات بلسان عربي مبين، صلوات الله وسلامه على محمد أفضل من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه قدوة في الهداية والرشاد، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وكما ذكرنا، هذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، من حيث نهضتها وانتشارها في العالمين، حيث نبحر معا في عالمها العميق. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة التي مضت في المدخل عن اللغة العربية واللغة العربية في عصر الجاهلي، وهي من العصور التي نشأت فيها اللغة العربية وازدهرت وانتشرت. واليوم ندلف في عصر صدر الإسلام، وعنوان هذه الحلقة حالة اللغة العربية وآدابها في عصر صدر الإسلام. اللغة العربية تلك اللغة الجميلة العذبة التي تأسر الألباب وتأخذ بمجامع القلوب، لغة العواطف المرهفة والمشاعر الصادقة الجياشة، اللغة التي بذت اللغات جميعا في جمال الكلمات ووفرتها، وفي طلاوة العبارات وعذوبتها. إنها لغة القرآن الكريم الذي نزل على قلب رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ونطق بها لسانه الطاهر الشريف، لغة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللغة التي وعد الله سبحانه وتعالى بحفظها وبقائها، حيث يقول تعالى في آية كريمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن، وهو باللغة العربية، إنه وعد منه جل وعلا أن يحفظ هذه اللغة والناطقين بها وهذا القرآن إلى أن يشاء الله. اللغة العربية في فجر الإسلام. جاء الإسلام واللغة العربية في أوج مجدها وقمة ازدهارها، وكانت قد وصلت في تلك الحقبة من الزمان، وأعني بها فترة فجر الإسلام، إلى منتهى الكمال والنضوج وأقصى ما يمكن أن تصل إليه من حيث الفصاحة وقوة البيان، فهي تستطيع التعبير عن كل شيء مهما دق وسمع، وتستطيع الإفساح عن خلجات النفوس ولواعي الصدور، وتصوير المناظر والخواطر بشكل دقيق. جاء الإسلام والجزيرة العربية تعج بالشعراء والخطباء وعلماء السير والأنساب، والعرب يقيمون الأسواق للأدب والشعر، يروونه ويتفاخرون به، ويحفظون أجوده ويتناقلونه من مكان إلى مكان، ويعلقون أجزله على أستار الكعبة المشرفة، وهي أعظم الأماكن المقدسة عندهم.
جاء الإسلام واللغة العربية لغة مثالية تنطقها كل قبيلة في الجزيرة العربية، ولا يعسر فهمها على سائر القبائل، وهي لغة المجتمعات الأدبية ولغة الشعر والخطابة ولغة المفاخرة والمنافرة. وقد طغت على تلك اللهجة لهجة قريش، وكانت من أفصح اللهجات وأكثرها نقاوة وبيانا، وذلك لعدة أسباب: وجود الكعبة المشرفة في بلادهم والتي يحج الناس إليها في كل عام، وطبيعي أن تنقل وفود الحجيج هذه اللهجة لسلاستها وسهولة نطقها وجزالتها. ثانياً، وجود الأسواق التجارية التي كانت تقام في بلادهم في عدة مواسم كسوق عكاظ وذي المجاز وغيرهما. ثالثاً، الرحلات التجارية التي كان يقوم بها تجار قريش إلى الأمصار الأخرى كرحلة الشتاء والصيف، وطبيعي أن تنشر هذه الرحلات لغة قريش ولهجتها في كثير من البلدان والأصقاع. وقد جاء القرآن الكريم بلغة العرب من أهل الجزيرة باللغة التي يفهمها الجميع ولا يعسر فهمها على أحد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي آية أخرى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. جاء القرآن الكريم بلغة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغة قومه من العرب، حيث تؤكد ذلك الآية الكريمة: وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ومجيء القرآن على هذا النسق من فصاحة البيان وبلاغة التعبير يدل دلالة قوية على أنه كان يخاطب قوما وصلوا إلى درجة عالية في ميادين البلاغة وروعة التعبير. موقف المشركين من القرآن الكريم: إن هؤلاء المشركين لما تليت عليهم آيات القرآن لم يطيقوا سماعها، فمنهم من قال إن محمدا شاعر وساحر أو يعلمه بشر، ومنهم من اعترف بأنه ليس كذلك ولكنه لم يستجب، ومنهم من فر وأعرض كي لا يسمع، كما تفر الحمر الوحشية من صائد أو من أسد. أخرج البيهقي في الدلائل وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: قال أبو جهل والملأ من قريش: لقد انتشر علينا أمر محمد، فلو التمستم رجلا عالما بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة بن ربيعة: لقد سمعت قول السحرة والكهانة والشعر وعلمت من ذلك علما وما يخفى علي إن كان كذلك. فأتاه، فلما أتاه قال له عتبة وهو يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أنت خير أم هاشم؟ أنت خير أم عبد الله؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فلم يجبه. قال: فيما تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا، فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا ألويتنا لك فكنت رأسنا ما بقيت، وإن كان بك الباءة زوجناك 10
نسوة تختار من أي بنات قريش شئت. وهذه مساومة بين قريش والرسول صلى الله عليه وسلم حتى يثنوه عن دعوته. وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني به أنت وعقبك من بعدك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ساكتا لا يتكلم. فلما فرق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل فإنا عاملون. فقرأ حتى بلغ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحمة أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنه. فقال أبو جهل يا معشر قريش والله ما نرى عتبة إلا قد سبأ إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته انطلقوا بنا إليه. فأتوه فقال له أبو جهل والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك سبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمدا أبدا وقال لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكنني أتيته فقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو بسحر ولا شعر ولا كهانة. هو يصف هذا القرآن أنه ليس ينفع عنه السحر وينفع عنه الكهانة وينفع عنه الشعر. حتى ثم قرأ حاميم تنزيل حتى بلغ أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وهذا الوليد ابن المغيرة وهو كافر يظهر العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصف القرآن وصفا دقيقا وصادقا يشهد بفضل كلام الله وعظمته وتميزه عن كلام المخلوقين. أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الوليد بن المغيرة المخزومي وهو أحد رؤساء قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رقى له. هذا أثر القرآن في المشركين في قريش. وقال يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة يعني محمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهمز من الجنون وإن قوله لمن كلام الله. سمع بذلك النفر من قريش ائتمروا وقالوا والله لئن سبأ الوليد لتسبون قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل ابن هشام قال أنا والله أكفيكم شأنه. فانطلق حتى دخل بيته فقال يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي عربية
وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدي الأعزاء. توقفنا في قصة الوليد بن مغيرة وهو يصف القرآن بطلاوته وجماله ورقته، فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله يكفيكم شأنه، فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فهذا الوليد كان له مال وكان له بنين وبنين شهودا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قريشا أنك تنكر له. فقال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا برجزه، ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. هذه شهادة من الوليد بن المغيرة عن القرآن الكريم. ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. قال أبو جهل: والله ما يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولا. قال: فدعني أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. فنزلت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وهكذا. وكان في هذه العصر نهضة للكتابة في العصر النبوي وصدر الإسلام. شهدت الكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقدما كبيرا وازدهارا عظيما وانتشارا واسعا ولا ريب فيه. فقد حث القرآن الكريم على التعلم في أول آية أنزلت في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وحث الرسول الأكرم على الكتابة والقراءة أيضا، واقتضت طبيعة الرسالة الإسلامية أن يكثر المتعلمون من قارئين وكاتبين، فالوحي يحتاج إلى كتاب، وأمور الدولة المتنوعة من مراسلات وعهود ومواثيق تحتاج إلى كاتبين ومتعلمين. فكثر الكاتبون ليسدوا حاجات الدولة الجديدة وينهضوا. ومن أشهر هؤلاء الكتاب من المهاجرين والأنصار الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه، ومعاوية ابن أبي سفيان، وخالد، وأبان ابن سعيد بن العاص، وأبي ابن كعب، وزيد بن ثابت، وثابت بن قيس، وشرحبيل بن حسنة، وعبد الله بن رواح، وعمرو بن العاص، وحنظلة رضي الله عنهم وأرضاه. هؤلاء كانوا من كتاب في العهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وندلف الآن في التعليم في صدر الإسلام. مع ظهور الإسلام كانت كلمة تقرأ هي أول كلمة أوحي بها من محكم التنزيل. عدد الآيات الكريمات في القرآن الكريم التي تذكر كلمة العلم أو أحد اشتقاقها كبير جدا. ومن هذه الآيات قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وفي آخر الآيات قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذه الآيات دلت على العلم ومكانته في الإسلام. كما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يكتبون الوحي. فلما كانت معركة بدر جعل بدل فداء الذين يعرفون الكتابة والقراءة من أسر قريش أن يعلم أحدا من المسلمين القراءة والكتابة. ومنها يستفاد أن نسبة الأمية كانت عالية ولا يوجد من يعلمهم، كما تشير إلى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة والكتابة. وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على العلم وطلبه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال ابن القيم رحمه الله في قوله: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، هذا من كمال الأنبياء وعظم نصحهم للأمم وتمام نعمة الله عليهم وعلى أممهم وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا وملكها، فحماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الحماية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كانت المساجد مجامع الأمة ومواضع الأئمة والخطب، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، وفيه يجتمع المسلمون كلما حزبهم أمر من أمر دينهم ودنياهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذه الأدلة تدل على عظمة العلم في الدين الإسلامي.
وقال عبد الله بن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وأما في عهد الخلفاء الراشدين وهم من ضمن عصر صدر الإسلام، فقد ثبت أن الخلفاء كانوا يرسلون القراء إلى البلاد المفتوحة لأجل تعليم الناس القرآن الكريم، إما عن طريق التلقين أو الحفظ. ونقف هنا في تدوين القرآن الكريم، ولا شك أن تدوين القرآن الكريم كان من أهم أعمال الدينية والعلمية في تاريخ الإسلام. والملاحظ أنه عندما وقع استشهاد كبير من القراء في حروب الردة على سبيل المثال، أدرك الخلفاء ومن معهم كبار الصحابة أهمية ذلك على العلم والدين، فسارعوا في زمن الخليفة أبي بكر إلى كتابة القرآن الكريم في نسخة واحدة، ثم في زمن الخليفة عثمان تنسخ منه نسخ وتوزع على الأمصار، ونسخه من جديد وإرساله، فكان ذلك حافظا لحركة طلبة العلم والاهتمام بالكتابة في المجتمع. القراء هم فئة كانت أوائل المعلمين في تاريخ الإسلام، وكانت المساجد هي المدارس، وكان تعليم القرآن يتم في المسجد، أما تعليم القراءة والكتابة فكان في مكان أخرى. أثر القرآن الكريم على اللغة العربية في عصر صدر الإسلام. وللقرآن فضل على اللغة العربية، إذ ضمن لها حياة طيبة وعمرا طويلا، وصانها من كل ما يشوه خلقها ويذوي نضارتها، فأصبحت اللغة الحية الخالدة من بين اللغات القديمة التي انطمست آثارها، وصارت في عدد اللغات التاريخية الأثرية، وأنه قد أحدث فيها علوما. هذا القرآن في اللغة العربية أحدث فيها علوما جمة وفنونا شتى لولاه لم تخطر على قلب، ولم يخطها قلم منها: النحو والصرف والاشتقاق والمعاني والبديع والبيان والأدب والرسم والقراءات والتفسير والأصول والتوحيد، وهذه تسمى بالعلوم العربية. أثر الحديث الشريف على اللغة العربية في صدر الإسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس وأبينهم وأحكمهم، وكانت حياته كلها هداية ونورا، وأفعاله وأقواله جميعها على حفظ الأثر العظيم، حرصا لما توفق مثله أمة في حفظ آثار رسولها صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كلامه ووفى أفعاله وأحواله في الأسفار، ووعوا منها في صدورهم ما لا يدخل تحت حصر وكلامه صلى الله عليه وسلم. وكلامه صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو والباطل، وإنما كان في توضيح قرآن أو تقرير حكم أو إرشاد إلى خير أو تنفير من شر أو في حكمة ينتفع الناس بها. وللخط العربي في عصر الإسلام شأن كبير، والخط العربي هو أهم الفنون التي أبدعتها الحضارة العربية الإسلامية وأكثرها انتشارا في بلاد العرب والمسلمين على السواء، إذ هو حاضر في أنواع العمائر كما في الأواني والأثاث والملابس. إنه ليس فنا ترفيهيا أو جمالا عاريا عن الوظيفة، وإنما هو صناعة تثير في النفس أصدق مشاعر التوقير والإجلال.
ويشعر المسلم بأنه عضو في الأمة الإسلامية، إذ هو قبل كل شيء أداة تعبير القرآن، وهو هندسة روحانية بآلة جسدية تجمع بين تجريد المعنى ومادية الرسم. مشاهدين المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي